لو لسه داخل مجال البرمجة ومش عارف التراكات أو المجالات اللي موجودة، في الفيديو ده هوضح لك معظم المجالات أو التراكات اللي موجودة وكل تراك بيعمل إيه بالظبط عشان تقدر تختار التراك اللي يناسبك. وأول مجال حابب أبدأ بيه هو الويب ديفلوبمنت أو تطوير الويب، وده يعتبر من اشهر مجالات البرمجه او يعتبر اشهرهم اصلا. وفي المجال ده انت بتكون مسؤول عن برمجه المواقع اللي انت بتتعامل معاها كل يوم دي. والمجال ده بيتقسم لثلاث مجالات. اول مجال هو الفرونت اند، وده بيكون مسؤول عن الواجهه اللي بتظهر لليوزر، مثلا الالوان، ازاي ان هو بيحط الباترنز جنب بعضها، ازاي ان هو مثلا يعمل الخطوط، البادنج. هو بيكون مسؤول عن الجرافيك بتاع الموقع. فلو انت مثلا بتحب الالوان، بتحب الجرافيكس، الحاجات دي، فالمجال ده ممكن يكون مناسب ليك. تاني مجال من ضمن مجالات الويب هو مجال الباك اند، وده من اسمه كده بيكون مسؤول عن الجزء اللي انت مش شايفه كيوزر. بيكون مسؤول عن قواعد البيانات، بيكون مسؤول عن ان هو بيعمل السيرفرات، فبيتعامل مع اكواد كتير. فلو انت بتحب التكويد، بتحب ان انت تكتب كود بايدك، فالمجال ده هيكون مناسب ليك جدا. واخر مجال من مجالات الويب هو مجال الفول ستاك. المجال ده يعتبر جامع بين الفرونت اند وبين الباك اند. فلو انت مثلا حابب ان انت تجمع بينهم وتذاكر ده وده وتكون ملم بالعلم بتاع الويب كله، وازاي مثلا انت تعمل الموقع فروم اي تو زي، فالمجال ده هيكون مناسب ليك. المجال اللي بعد كده هو الاب ديفلوبمنت، وده بيكون مسؤول عن الابلكيشن اللي انت بتتعامل معاه كل يوم. برضه المبرمج ده هو اللي بيكريته وبيعمله وبيرفعه مثلا على جوجل بلاي، بيرفعه على السيرفرات. الابلكيشن ذات نفسه هو بيكون مسؤول عن اللايف سايكل بتاعته كلها. والمجال ده بيتقسم لثلاث مجالات برضه. اول مجال منهم هو الاندرويد، بيعمل ابلكيشن بيشتغل بس على السيستم بتاع اندرويد، او بيشتغل على اي او اس، وده مجال تاني. انت بتعمل ابلكيشن نيتف بيشتغل على الاندرويد، او ابلكيشن برضه نيتف بيشتغل على اي او اس. ما ينفعش ده يشتغل على ده. وفي تالت مجال بينهم هو الكروس بلاتفورم. الكروس بلاتفورم ده بيعمل ابلكيشن يشتغل على الاثنين، وده اصلا اللي مثلا ماشي اليومين دول، لان ده بيتعامل بالفلاتر اللي انت ممكن اصلا تكون سمعت عنها قبل كده. بس كل واحد من دول يعتبر مجال وليه شغله وليه دنيته. فشوف انت مثلا لو انت حابب ان انت تعمل تطبيقات مثلا لايفون بس، تعمل تطبيقات لاندرويد بس، حابب ان انت تعمل تطبيق يشتغل على الاثنين، ومن وجهة نظر ده يعني الاحسن، فانت بتبتدي ان انت تختار وعلى حسب اللي يناسبك، بتشوف الدنيا فيها ايه. المجال اللي بعد كده هو مجال الجيم ديفلوبمنت، وده بيكون مسؤول عن تطوير الالعاب. ما هو اللي بيعمل الجيمز اللي انت بتلعبها كل يوم دي، يعني هي مش مخلوقه كده او ما هياش جايه نازله على الكمبيوتر لوحده. لا، اللي بيكون مسؤول عنها المبرمجين، وهم اللي بيعملوها برضه. بيكون بقى لها اللغات الخاصة اللي بتتعامل معاها، وبيكون لها المحاكيات زي مثلا يونيتي والحاجات دي كلها. فلو انت بتحب الجيمز وحابب تعرف المجال ده، او مثلا الكاركتر بتتحرك ازاي اصلا انت لما بتيجي تلعب بتتحرك، يعني لو انت حابب المجال ده، المجال ده هيبقى مناسب ليك جدا. المجال اللي بعد كده وهو مجال الداتا، وده مجال بيختص بعلم البيانات. علم البيانات دي بيندرج تحتها كذا حاجة. مثلا لو انت عندك يعني شركة مثلا فيها حسابات، فيها تقارير، فدي بتكون عبارة عن لايف سايكل. كل جزء منها بيكون مجال لوحده. في اول لايف سايكل بتاع الداتا دي بيشتغل واحد اسمه الداتا انجينير، وده مجال لوحده. وده بيكون مسؤول عن ان هو يعمل كولكت للداتا، ازاي يعمل لها داتا وير هاوس، ازاي ان هو ينظم الداتا ويحطها في فورم كويسه، يعني تعرف ان انت تتعامل معاها، عشان الستيب اللي بعدها يقدر ان هو يتعامل معاه، اللي هو الداتا اناليسيس. فتاني مجال في الداتا او البروسيس بتاع الداتا دي هو الداتا اناليسيس، وهو بيعمل تحاليل او تقارير على الداتا اللي خارجه من الداتا انجينير دي. هو مثلا بيعمل داشبورد يحلل لك مثلا الشركه بتاعتك، انت خسرت مثلا في انهي منتج، كسبت مثلا في انهي منتج، او انهي صفقه. هو بيكون مسؤول عن تحليل الداتا دي كلها، عشان يجي الشغلانه اللي بعده اللي هو الداتا ساينتست، عشان يعمل موديل، يعمل بريدكشن للشغل بتاع التحليل، يقدر ان هو مثلا يتوقع لك الشركه دي عشان تكسب تعمل ايه بناء على الداتا القديمه. انت مثلا عملت صفقتين ثلاثه مثلا السنه دي، ففينهم يعني منهم صفقه خسرت والصفقتين التانيين كسبوا. طيب لو انت بقى شركه اكبر وعملت مثلا يعني 100 صفقه، فانت لو بني ادم مثلا كده مش هتقدر ان انت تحدد كده مثلا بالورقه والقلم. يعني الداتا ساينتست بيعمل موديل ذكاء اصطناعي، بيقدر ان هو يبريدكت انت مثلا ايه الحاجات اللي انت محتاج تعملها عشان تقدر ان انت تتجنب الخسارة او تكسب اكتر. فدي كان المجالات بتاع الداتا او البروسيس اصلا اللي الداتا بتمشي فيه. فشوف انت مثلا حابب تشتغل في انهي جزء، وبتبدأ ان انت تدور وتشوف اللي يريحك اشتغل فيه. المجال اللي بعد كده هو المجال اللي قعدنا كلنا في البيت، وهو مجال الذكاء الاصطناعي. وده مجال يعتبر كل الناس عارفاه، لان هو يعتبر داخل في كل حاجة دلوقتي، وهو بيكون محتاج منك ان انت تكون عارف
الرياضه مش شويه، لا تكون عارف الرياضه وشاطر فيها، لان انت بتتعامل مع بتتعامل على مستوى متقدم من الالجوريزمز، فلازم ان انت تكون عندك اساس رياضه قوي عشان تقدر ان انت تمشي فيه. الحقيقه ان الاي اي او الذكاء الاصطناعي ده مصطلح كبير بيندرج تحته كذا مجال، منهم مجال مثلا زي الكمبيوتر فيجن، ان انت بتخلي الكمبيوتر يشوف ويقدر ان هو بيريدكت مثلا او يعمل كلاسيفيكيشن للصوره، يقدر يفرق بين الصور. انت مثلا في شركه عايز مثلا تكشف على المنتج ده هو مثلا بايظ ولا لا، على مثلا وليكن مليون منتج، فانت بتعمل ابلكيشن على الكمبيوتر بتخليه ان هو يشوف. فده كان جزء من الاي اي بيستخدموا فيها حاجات بقى زي النيورال نتورك. النيورال نتورك دي بيحاولوا ان هم يحاكوا الدماغ البشريه عن طريق مثلا بيشوفوا ازاي التراكيب بتاع الدماغ البشري، ازاي الشبكات العصبيه دي متوصله ببعضها. فهم بيحاولوا ان هم يعملوا نفس الكلام ده بس باستخدام موديلز، وده بيوفر للآلة كومبيوتنج عالي جدا عشان يقدروا ان هم ينقلوا الذكاء الاصطناعي لحتة تانية خالص. فدول يعتبر مجالين من الذكاء الاصطناعي، ولما تخش ان شاء الله هتعرف حتى ان الكمبيوتر فيجن ذات نفسه في اصلا جواه مجالات تانية، وفي مثلا مجالات تانية غير الكمبيوتر فيجن. فانت لو حابب الذكاء الاصطناعي خش وهتعرف الدنيا فيها ايه. المجال اللي بعد كده وهو حبيب الشعب السايبر سكيورتي، او في مفهوم الشعب المصري الهاكر. والحقيقه ان المجال ده ما هواش بس يعني يعتبر هاكر او واحد كل شغله في الحياه ان هو هاكر اكونتات والحاجات اللي معروفه في وسط الناس دي. المجال ده بيكون متقسم لكذا حاجه، وده اصلا من اكتر المجالات اللي ممكن تلاقي ليها تقسيمات. منهم مجال بيكون شغلك ان انت تحمي الشركه اللي انت فيها دي من اتاك ممكن يعمله هاكر حقيقي. وده ياخدنا لجزئيه تانية، انت ممكن تبقى هاكر فعلا حقيقي، واحد مثلا بيعمل حاجات غير اخلاقيه، بس ده يعني حاجه غير قانونيه، يعني ما انصحش بيه خالص. وكمان المصادر بتاعه التعلم بتاعته اصلا يعني ما هياش كتير، او لانها حاجه غير قانونيه اصلا. وفي نفس الوقت انت تقدر تبقى هاكر بس هاكر كويس او هاكر اخلاقي، بس في الحاله دي بيبقى اسمها ويب بنتستنج. وهنا في المجال ده انت بتعمل اتاك وليكن على شركه معينه، بتخش مثلا على الموقع بتاعهم، بتشوف ايه الثغرات اللي موجوده، بتبتدي ان انت تحلها. فلو الثغره اللي انت لقيتها دي كانت ثغره فعلا مهمه او ثغره كانت ضاره فعلا بالشركه، فبتبتدي ان انت تعرف الشركه دي، تقول لهم يا جماعه انا لقيت مثلا عيب في السيستم بتاعكم، فهم بيبتدوا ان هم يقدروه ويدوك فلوس عشان ما يجيش هاكر بجد ويعمل عليهم اتاك ويعمل اختراق للسيستم. فببساطه هما الاثنين يعتبروا نفس الشغلانه، بس واحد شغال غير قانوني وواحد شغال قانوني. طيب في شغلانه ثالثه اللي هو اصلا بيكون مسؤول عن حمايه الشركه دي. ده مجال ثالث بيكون مسؤول اصلا عن السكيورتي بتاع الشركه، مسؤول عن الديفنس عن الاتاك اللي ممكن مثلا هاكر يعمله. فده بيكون اصلا مجال تاني لوحده. المجال اللي بعد كده وهو مجال النتوركينج، وده بيكون مسؤول عن توصيل الاجهزه ببعض. بيكون متقسم برضه لكذا مجال زي نتورك ادمنستريشن او نتورك انجينيرنج، وبرضه في جزء للسكيورتي. كل واحد فيهم بيكون مسؤول عن حاجه. مثلا الانجينيرنج ده بيكون مسؤول عن الاركتكشر بتاع النتورك، الادمنستريشن ده بيكون مسؤول او هو اللي بينظم النتورك دي، السكيورتي ده بيكون مسؤول عن الحمايه بتاع الشبكه دي ذات نفسها. التراك ده يعتبر ما فيهوش كود او في كود قليل جدا. لو انت مثلا واحد داخل برمجه او حابب ان انت تخش برمجه ومش حابب ان انت تكتب اكواد بايدك، فالمجال ده مناسب جدا ليك. بالمناسبة في الشركات بيسموه الاي تي. المجال اللي بعد كده هو مجال الامبيدد سيستم، وده بيكون مسؤول عن برمجة معظم الأنظمة اللي بيكون حواليك، وخصوصا في العربيات الحديثة. وأشهر حاجة في القطاع ده هي شركة فاليو. أي حد أصلا في امبيدد سيستم هو نفسه أصلا إن هو يشتغل في الشركة دي، لأنها يعتبر من أكتر الشركات المتطورة في السيستم بتاع العربيات، فعلى طول هم عايزين مهندسين امبيدد. والمجال ده بيكون مربوط قوي بالهاردوير، وزي ما بيقولوا انت في المجال ده بتكون زي يعني انت بتمسك المفك بقى وتنزل تشوف الدنيا من تحت قوي عامله ازاي. فلو انت حابب مثلا شغل الكهرباء وان انت تعمل هاردوير وتركب الحاجات ببعض، او مثلا تشتغل على حاجه زي اردوينو وتربط بقى لغات البرمجه بالسيستم بتاع الهاردوير ده، وتشوف اوتبوت فعلا جهاز قدامك بيشتغل قدام عينك، فالمجال ده هيكون مناسب جدا ليك. المجال اللي بعد كده هو مجال الكلاود كومبيوتنج. وفي المجال ده انت بتكون مسؤول عن تخزين الداتا بتاع الشركات على سيرفرات. ما بتتخزنش مثلا على داتابيز لوكال عندك في الشركة، لا انت بترفع الداتا دي على سيرفرات خاصة، مثلا بسيرفر جوجل، هواوي، اي حاجة عاملة مثلا سيستم كلاود. طبعا الحاجات دي بتترفع على السيرفرات بطرق معينة، وازاي مثلا الشركة دي انت محتاج تحجز قد ايه، مثلا محتاج مثلا ايه الطريقه اللي انت حابب تتعامل بيها، وهكذا. فدي يعتبر مجال لوحده. المجال اللي بعد كده هو الداتابيز ديفلوبمنت، وهنا بتكون مسؤول عن تنظيم البيانات بتاع الشركه. ازاي ان انت مثلا عندك كم داتا كبير، ازاي ان انت تخزنه عشان لما تيجي ان انت تسترجعه
او تعمل له ريتريف يعني، فيكون معاك الدنيا سهله وسريعه، ما يكونش فيه لعبكه في الداتا او في مثلا الفايلات اللي انت بتلاقيها في الحكومه. لا دلوقتي كل حاجه بتكون معموله على داتابيز، فدي بيكون ليها مسؤول اصلا ان هو بيعمل الاركتكشر بتاع، بيعمل اي ار بي سيستم، ازاي ان هو بينظمها. لا الجدول ده هيكون عامل كذا، الجدول ده مثلا هيكون خاص بالمبيعات، فده بيكون مسؤول عن الداتابيز. لو طورت الموضوع شويه لكميه داتا اكبر زي الداتا اللي موجوده في شركات الاتصالات زي مثلا فودافون، اتصالات، ايا كان، الناس دي فعلا عندها كم داتا رهيب، فبيكون لها تكنولوجيا اصلا تتعامل مع الداتا دي بشكل تاني خالص، والمصطلح ده اسمه البيج داتا انجينير. هنا انت بتكون مسؤول عن ان انت تعمل سيستم عشان يتعامل مع كم الداتا الكبير ده، عشان مش نفس مثلا زي ما انت هتتعامل مع 100 كولوم هتتعامل مع مليون كولوم او مليار كولوم، لان فعلا الداتا بتوصل للاحجام دي، فبتكون طرق التعامل مختلفة. اخر مجال معانا هو اليو اي يو اكس، وده بيكون مسؤول عن الديزاين بتاع الابليكيشن، او بيكون مسؤول عن الديزاين بتاع الموقع الويب، لان الحاجات دي مش بيعملها بتاع الفرونت او بتاع مثلا الفلاتر او النيتيف مثلا بتاع اي او اس اندرويد. لا الحاجات دي بتكون ديزاينات طالعة من اليو اي يو اكس ديزاينر، عشان مثلا الفرونت يطبقها عنده على الموقع او الفلاتر يطبقها عنده على الابلكيشن. اوعى تفتكر ان الحاجات والديزاينات اللي انت بتشوفها دي هي حاجات معموله باي لك، لا ده بيبقى ليها تراك لوحده. مثلا بيكون مسؤول عن الالوان، ايه الالوان اللي تريح مثلا اليوزر وهو بيستخدم الابلكيشن ده، ازاي مثلا ان هو يحط الباتونز جنب بعضها بطريقه ما تخليش اليوزر ده اصلا يعني يقفل البرنامج على طول. من ضمن التراك ده ان انت اصلا بتكون مسؤول عن سهوله استخدام الابلكيشن ده. لو انت تفتكر زمان في لينكد ان كان انت لما تيجي تسيف مثلا بوست، فما يعني الزرار بتاع سيفد ايتمز ده اصلا ما كانش بيبقى موجود، فانت عشان تسيف بوست وتضطر ان انت ترجع له، انت لازم تقوم مسيف بوست تاني عشان يظهر لك كده رساله تقدر ان انت تفتح بيها البوستات اصلا اللي انت كنت مسيفها قبل كده. فده كان مثال مثلا على حاجه ما كانتش كويسه، ما كانتش معمول لها يو اكس كويس. الحاجات دي وراها علم، مش معموله كده وخلاص، وهو التراك بتاع اليو اي يو اكس. فلو انت حابب الديزاينات، حابب ان انت مثلا طول عمرك في الجرافيكس، فالمجال ده هيكون كويس جدا ليك. كده نكون خلصنا، نعتبر متكلم باختصار جدا عن كل تراك بيعمل ايه، عشان بس الوقت بتاع الفيديو ما يطولش. فانت شوف انت التراك اللي انت حابه، انا اديتك نبذة عن حرفيا معظم المجالات اللي موجودة في السوق. فانت مثلا عاجبك تراك ما يعني وليكن مثلا الذكاء الاصطناعي، فانت بتبدا ان انت تدور تشوف مثلا الذكاء الاصطناعي ده يعني منقسم لايه، ايه الحاجات او التولز اللي انت محتاج تتعلمها، تبتدي بقى ان انت تشوف وتدور. لان معظم التراكات او معظم مجالات البرمجه هتلاقي مثلا كل مجال يعني بحر لوحده، وكل مجال ليه اكتر من تكنولوجي شغاله بيها. فشوف انت اللي يناسبك او الحاجه اللي تريحك واشتغل بيها. بس ده كان كل حاجه النهارده، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. سلام.